أهلا بيكم يا أحلى متابعين في الدنيا. قبل ما نبدأ نصلي على النبي. بيبدأ الفيلم مع جونيور وهو واخد بنت نورة معاه، وبنشوفهم هما بيتسلقوا على قمة جبل في النرويج، وساعتها بيحكي لها بابا عن قصة الوحوش اللي جوه الجبل اللي فضلوا قاعدين لغاية لما الشمس طلعت عليهم واتحجروا وبقوا هما الجبل ده. لكن نورة ما بتكونش مصدقة القصة أصلا، ومفيش أي حد عاقل يصدقها، فبيقول لها بابا بص للجبل بقلبك وهتشوفيهم، وفعلا بيتهيأ لها وبتشوف الوحوش. وبعد مرور السنين بتكبر نورة وبتكون باحثة حفريات كبيرة، وفي الوقت ده بيبلغوها إن الشركة وقفت الحفر، وساعتها بتقرر نورا ان هي تحفر بنفسها، وبتتفاجئ بهيكل ديناصور عملاق من الاف السنين. وبنشوف بعدها الحكومة بتقرر تعمل نفق في وسط الجبل، وساعتها بيقرروا انهم يستخدموا الديناميت علشان يساعدهم في الحفر، فبيزرعوا الديناميت وبيفجروه لكن ما بيأثرش في الجبل، فبيرجعوا يحطوا كمية متفجرات كبيرة، وفجأة بينهار عليهم الجبل وبيموتوا كلهم. وساعتها بتوصل رسائل استغاثة للحكومة في النرويج، فبيبعتوا طيارات حربية تصور المكان من فوق، لأن المنطقة بتكون خطيرة جدا ومن الصعب إن حد يوصل لها. وساعتها بيشوفوا حفرة غريبة في قلب الجبل، وفي الوقت ده بدأوا يبلغوا رئيسة الوزراء باللي حصل، فبتستكشف المكان بالجهاز اللي قدامها، وبتتفاجئ بآثار أقدام كبيرة حوالين الحفرة، وساعتها بتأمر المساعد بتاعها إن يجيب لها باحثة حفريات. وفي الوقت ده بتكون نورا أشطر باحثة في النرويج، وبنشوفها وهي بتشرح للمجموعة بتاعتها عن الاكتشاف العظيم اللي لقوه. وبتتفاجئ نورا بطيارة هليكوبتر داخل عليهم في المكان، وبينزل منها ضابط في الجيش وبيروح يتكلم مع نورا وبيقول لها لازم تيجي معايا لان الموضوع متعلق بالامن القومي. وفعلا بتروح نورا معاهم وبتوصل لمقر الحكومة، وهناك بتقابل المساعد بتاع الوزيرة وبتقول له انتوا جايبيني على ملا وشي ليه؟ انتوا مش عارفين انا مين؟ انا اللي عبيت الهوا في ازايز. واول ما بتدخل بتلاقي اجتماع فيه الوزراء والعلماء، وبتعرف ان الوضع خطير. واول ما بيشوفوا الصور بيقول لهم واحد من العلماء ان ده هبوط ارضي، وبيفضلوا يتناقشوا مع بعض عن السبب الخطير ده. لكن نورا بتعرفهم ان ده مش هبوط ارضي، لان في اثار رجل عملاق في المكان، بس بيضحكوا عليها وما بيكونوش مصدقين كلامها. وفجأة بتدخل عليهم مسؤولة من الحكومة وبتوري لهم فيديو خطير عن المكان، وأول ما بيشوفوا الفيديو بيلاقوا كائن عملاق، وساعتها بتقتنع الوزيرة وكل الموجودين بكلام نورا. وبعدها بنشوف راجل وست قاعدين في بيت صغير وسط الجبال، وفجأة بيحصل زلزال قوي جدا وكل حاجة بتتكسر، فبيترعبوا وبينزلوا في مخبأ تحت البيت، وبيفضلوا خايفين ومرعوبين لأن الوضع خطير جدا. وبعدها بيطلعوا من المخبأ وبيتفاجئوا بالبيت بتاعهم كله متدمر، وفي الوقت ده بيجيلهم استغاثة باللي حصل، فبيروحوا للمكان بسرعة، وهناك بيقابلوا النقيب جيمس وبدأ يحكي لهم على كل اللي حصل. فبتقول له نورا لازم نمشي ورا آثاره علشان نعرف مكانه فين، فبيقول لها فعلا احنا مشينا ورا آثار أقدامه بس اختفت فجأة، وعملنا حصر على المكان وما لقناش اي وجود ليه. في الوقت ده قررت تستعين بباباها اللي هي كانت غايبه عنه من سنين، لانها كانت عايشه مع مامتها. واول ما بتوصل للمكان اللي عايش فيه باباها بيطلع يهددهم بالسلاح، وبتعرفه بسرعه ان هي بنته نورا قبل ما يتهور ويضرب عليهم النار. وساعتها بينزل السلاح لما بيتاكد انها بنته، وبتعرفه ان وحوش الجبال ظهرت وبتدمر في اي حاجه قدامها، وبدات توريله الفيديو اللي كانوا مصورينه. فبيقول لها ان ده اسمه غول الجبل وكان عايش هنا من الاف السنين، ولازم ندور عليه في اسرع وقت قبل ما تحصل كارثه. وساعتها بيروح معاهم وبيقرر انه يمشي ورا اثار اقدامه، وبيقول لهم نزلوني عند اخر اثر ليه. ولما بينزل بيفضل يخبط برجله في الارض، فبتفتكر نورا ان ابوها اتجنن خلاص، فبتروح لباباها وبتقول له مفيش حاجه عندك في المكان ده، واحنا دورنا كتير بس للاسف ما لقيناش حاجه. لكن باباها بيقول لها انا متاكد ان هو في المكان ده ومش همشي من هنا غير لما يظهر. وفجاه بتحصل حاجه فوق الخيال، وبتشوف نورا الغول وهو بيصحى من النوم، وفي الوقت ده بتحس نورا بالصدمه من اللي شافته، وساعتها بيتحرك الغول وهم بيجروا قدامه زي الفئران، وبيهربوا بسرعة وبيركبوا الطيارة. وهنا بتصدق نورا أبوها وبتؤمن بوجود الغيلان، وبيصوروهم راكبين في الطيارة. وفي الوقت ده بتشوف الوزيرة وكل المسؤولين وبيكونوا مصدومين من شكله، وهنا بيأمروا قوات الجيش بالتدخل السريع علشان يخلصوا عليه. وفعلا بيجهزوا نفسهم وبيحضروا المعدات وبيروحوا للمكان اللي فيه الغول. وفي الوقت ده بيوصلوا للمكان وهم معاهم الأسلحة القوية ومستنينه يظهر. وبنشوف عم شكشك هو بيعتذر لبنته نورا بسبب الفترة الكبيرة اللي عاشها بعيد عنها، فبتقول له انت بابايا اللي ماليش غيره، وبتنام في حضنه. وفجأة بيظهر لهم الغول وهم في اللحظة الرومانسية دي، وبيشوفوا النقيب ومساعد الوزيرة، وساعتها بيأمروا الجنود بالضرب عليه، وفضلوا يضربوا عليه بالدبابات والصواريخ من كل اتجاه. وفي اللحظة دي بيكونوا فاكرين ان الغول مات، لكن بيتفاجئوا ان هو لسه عايش وما حصلوش اي حاجة، وبيفضل يضرب ويكسر في كل حاجة قدامه. وساعتها بيخبط عم شكشك وبيحدفه بعيد، وبيكون بين الحياة والموت، فبتجري عليه بنت نورا بسرعة علشان تلحقه، وبتسمعه وهو بيقول القصر الملكي، وبيموت بعدها على طول. وبتكون نورا حزينة على باباها بتنهار من العياط عليه. وفي الوقت ده بيشوف الغول المنظر وبيكون متأثر يا حرام. وبعدها بنشوف نورا وهي بتقرا في الكتب بتاعت باباها، وبتعرف ساعتها ان اجراس الكنيسة والاشعة اللي فوق البنفسجية هي اللي هتخلص عليه، وبتعرض على الحكومة انهم يستخدموا اجراس كبيرة في طيارات الهليكوبتر.
ويحاوطوا بيها الغول من كل اتجاه. وساعتها بيوافقوا على الفكرة دي لأن ما قدهمش حل تاني. وفي الوقت ده بيلاقوا الغول رايح في اتجاه منتزه كبير بيكون موجود فيه ناس كتير ومعاهم أطفالهم، ولما بيوصل بيحصل زلزال قوي جدا بسبب ضخامة الغول، وأول ما بيشوفوا الناس بيتصدموا وبيفضلوا يجروا من قدامه. وفي الوقت ده بتوصل الطيارات ومعاهم الأجراس الكبيرة، وفعلا بدأ الغول يتعصب ويتضايق من صوت الأجراس، وبدأ يمسك الغول الطيارات كأنه بيقفش في الفراخ وبيخبطهم في بعض وبيدمرهم. واول ما طياره منهم بتنزل على طفل هو وبابا بيلحقها الغول وبيمسكها وبيبعدها عنهم. الغول ده شكله طيب، وساعتها بيشوف الطفل ما بيكونش مصدق اللي بيحصل وبيرجع يدمر في الطيارات تاني بكل غل لانهم عصبوه. وبعدها بيتجه الغول ناحيه العاصمه، وده اخطر شيء واللي ما كانوش متوقعينه. وبنشوف الوزيرة وبتقول له نورة انت السبب في اللي حصل ويا ريت ما تتدخليش تاني وانا اللي هتصرف. وبعدها بتطلع الوزيرة بيان في التلفزيون وبتناشد المواطنين باخلاء العاصمة، وفعلا بينفذوا تعليمات الوزيرة وبيدخل الجيش العاصمة. وفي الوقت ده بنشوف نورة راكبة العربية مع مساعد الوزيرة وبتفتكر ان باباها قال لها قبل ما يموت القصر الملكي. وفي الوقت ده بيقرروا انهم يروحوا للقصر الملكي علشان يعرفوا السر اللي موجود هناك. ولما بيوصلوا بيقابلهم المسؤول عن القصر وبيعرفها ان هو كان على علاقة قوية بباباها، فقالت له على اخر كلمة باباها قالها قبل ما يموت. وساعتها بيدخلهم مكان غريب وبيعرفهم ان ده كان مكان الغيلان من زمان، بس لما المسيحية دخلت البلد الجيش قضى على كل الغيلان وسابوا واحد منهم يعيش بس حبسوه جوه الجبل. فبتعرف نورة ان هو جاي العاصمة علشان يعيش في بيته القديم، وساعتها بتيجي فكرة في دماغ نورة وبتقرر ان هي تاخد جمجمة منهم وتحطها على العربية وتطلع بيها، واول الغول ما يشوفها هيجري وراها وبكده تبعده عن العاصمة ما بيكونش فيه اي خطورة. وفي الوقت ده اتصلت النقيبة وعرفته على الخطة بتاعتها وعرفته انه يستناها بره العاصمة ومعاه الاجهزة الفوق البنفسجية. وبعدها جهزت الجمجمة وحطتها فوق العربية واستنت اللحظة المناسبة، واول ما قرب الغول من القصر طلعت بالعربية ناحيته وبتعدي بالعربية من تحتيه بكل شجاعة، ومساعد الوزيرة بيكون مرعوب لدرجة انه بيعمل بيبي على نفسه. وفي الوقت ده بتحاول نورة تهرب منه بس بتقع الجمجمة من العربية وبيتعصب الغول وبيكسر كل حاجة قدامه علشان يوصل لهم، وساعتها بينط المساعد من العربية ونورة بتنقذ نفسها في اخر لحظة وبتنط منها. وقبل الغول ما يدوس عليها ويموتها بتيجي عربيات الجيش وبتشتت انتباهه. وفي الوقت ده بيلاقي نفسه متحوط من كل اتجاه، وبدأ النقيب يديلهم الاشارة بتشغيل الاشعة فوق البنفسجية وفعلا بيشغلوها. وساعتها بيلاقوا الغول بيتألم لان الاشعة الفوق البنفسجية بتحرق في جسمه، فبيصعب الغول على نورة فبتروح تفصل الاشعة الفوق البنفسجية وبتفضل تزعق بقى على صوتها علشان يبعد عن العاصمة ويروح للجبال. لكن للاسف مفيش فايدة لان ساعتها الشمس بتطلع والاشعة كلها بتتسلط عليه وبتفضل تحرق في جسمه لغاية لما بيموت. وبيتحول زي الجبل، واخيرا خطة نورة بتنجح بس بتكون مش فرحانة لانها حاولت تنقذه قبل ما يموت. وبعدها بيوصلوا كل المسؤولين وبيروحوا لنورة علشان يشكروها لانها انقذت الناس والعاصمة من الخطر. وبتعرض الوزيرة على نورة منصب كبير في الدولة بس للأسف بترفض لانها بتحب شغلها. وبكده بيخلص فيلمنا، اشوفكم في فيلم جديد.